المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وزير الخارجية يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة. دعوة للاستفادة الجيدة من سدود حلحل. تنظيم دورة تدريبية لتطوير ريادة الناشئين في كرن. لافروف يتهم الدول الغربية بخوض قتال مباشر ضد روسيا في أوكرانيا. إيران والمالديف تتفقان حول استئناف العلاقات بين البلدين. رئيس وزراء كوسوفو يؤكد تواصل إطلاق النار على الشرطة في الشمال. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. خاطب وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاجتماع 78، وقال الوزير عثمان صالح إن حوالي 45 عاما من عمر الأمم المتحدة البالغ 78 عاما ضاع في الحرب الباردة، وحوالي 30 عاما في محاولات عقيمة لفرض نظام عالمي أحادي القطب، مشيرا إلى أن الفرص الضائعة في صراع الحرب الباردة والأضرار والخسائر الناجمة عن سياسات وتصرفات التحالفات الضيقة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية يوضح حد لكل من يرفض الامتثال للإملاءات التي تفرضها نظام العالم الواحد. وذكر الوزير عثمان أن السعي في 30 عاما الماضية لإرساء هيمنة القطب الواحد إلى جانب مع الأزمات التي يتم إثارتها حاليا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لبث الحياة في التحالفات الفاشلة وخيارات الهيمنة الفاشلة تدفع مجتمعنا العالمي بشكل متزايد إلى الهاوية. وقال أن الاحتجاجات الناشئة من أجل تقرير المصير الأفريقي هي استمرار للنضالات ضد الاستعمار ومثال للنضالات ضد العبودية الحادثة والهيمنة. وأوضح أن المقاومة القوية التي ظهرت من جانب شعوب العالم كانت سببا في رضوع ظهور وانتشار النظام العالمي الأحادي القطب الهادف للهيمنة على العالم، وأن الاتجاه النابض بالحياة المقاومة النشطة التي تنتشر بسرعة كبيرة في أجزاء مختلفة من العالم تشير إلى أننا على أعتاب واقع جديد، وهو مفترق طرق تاريخي من شأنه أن يبشر بنظام عالمي جديد. ومع أن الطريق لن يكون سهلا أو يمكن تحقيقه في فترة قصيرة من الزمن، فإنه ليس هناك شك على الإطلاق في أن المصير سيتم التوصل إليه في نهاية المطاف. وذكر الوزير عثمان صالح بأنه مع ظهور النظام العالمي المنشود لا ينبغي التفكير في خداع الشعوب والدول بإصلاحات اسمية في التعديلات الهيكلية لمختلف المنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها. ودعا إلى احترام الحرية والسيادة وإجراء إصلاحات وتجديدات هيكلية تتناسب مع عصر التعاون والازدهار. دعا مكتب وزارة الزراعة في مدينة حلحل المزارعين للاستفادة الجيدة من السدود في التنمية. وأفاد عضو المكتب المهندس إرمياس سقدوم وجود 10 سدود متفاوتة الأحجام في المديرية، ويخدم السد الموجود في بلدة حلحل في زراعة الأسماك والتنمية الزراعية وتوفير مياه الشرب والسقي. دعا مكتب وزارة الزراعة في مديرية حلحل المزارعين للاستفادة الجيدة من السدود في التنمية. وأضاف المهندس إرمياس أن 6 سدود في منطقتي كرسات وفنشبكو امتلأت إلى النصف بالطمي، داعيا لمنح الاهتمام الأكبر حتى تقدم تلك السدود خدمات جيدة. من جانبهم طلب المزارعون من وزارة الزراعة دعمهم بالمحركات والبذور المختارة، حيث أن الخزانات المحلية تخزن كميات كافية من المياه حسب عرضها وعمقها. هذا وأفاد مكتب الزراعة في مديرية حلحل بوجود 80 هكتارا من الأراضي المزروعة بالفواكه والخضروات و130 هكتارا من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية في مديرية حلحل.
نظمت دورة تدريبية لتطوير قطاع الناشئين الرياضي بالتعاون مع فروع التعليم والريادة وإدارة المدينة في الفترة من 25 من يونيو إلى 20 من سبتمبر في مدينة كرن. شارك في التدريب 831 طفلا و45 متدربا بينهم 252 فتاة في 6 رياضات هي كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة وألعاب القوى وسباق الدراجات والرياضات داخل الصالات. وقال مسؤول متابعة الاتحادات الرياضية في مدينة كرن السيد رمضان إبراهيم إن البرنامج سيساعد الأطفال على تعلم المهارات والتقنيات الأساسية ليصبحوا قادرين على المنافسة في مختلف المجالات. وفي الختام تم توزيع الشهادات التقديرية على المساهمين في الكراسات والمتدربين. في غضون ذلك نظمت دورة تدريبية لمدة أسبوعين من 14 من سبتمبر بالشراكة مع الاتحاد الوطني للتنس الطاولة ووحدة الثقافة والرياضة بمدينة كرن واتحاد رياضة الصالات. تلقى المشاركون وهم 9 نساء و23 رجلا تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما تدريبات لتحسين فهمهم ومعرفتهم بتنس الطاولة. كرمت مدرسة بركة وأسمر العام الثانويتين في أسمر في 23 من سبتمبر كرمتا 159 طالبا من منتسبي الدفعة 35 للخدمة الوطنية، من بينهم 81 طالبة وقد حصلوا على درجات عالية في الامتحان الوطني للشهادة الثانوية في العام الدراسي 2022-2023. وعليه كرمت مدرسة بركة الثانوية 79 طالبا، منهم 33 طالبة حصلوا على العلامات الكاملة من 3.6 إلى 4. وهنأ مدير المدرسة الأستاذ سمر قبل الأولى الفائزين بالجائزة وأولياء أمورهم، قائلا أن ذلك يخلق غيرة شريفة ومقدسة بين الطلاب. وحث رئيس مراقبة المدارس الثانوية بوزارة التعليم السيد يوحنا سلمون الطلاب، حثهم على تكثيف جهودهم لتحقيق نتائج أفضل، لأن النتائج الممتازة التي حققها الطلاب هي انتقال إلى الهدف الأعلى. وقال الفائزون بالجائزة إن دور المدرسة والمعلمين في نجاحهم لا يؤخذ على محمل الجد. وبالمثل كرمت مدرسة أسمر الثانوية العامة 80 طالبا متفوقا، من بينهم 48 طالبة حصلوا على 3 إلى 4 نقاط كاملة. وذكر مدير المدرسة الأستاذ قيتوم نقاش الآباء لمواصلة تشجيع أطفالهم على تعزيز رؤيتهم. وقال ممثل الفائزين بالجائزة أن النجاح الذي حققوه هو أيضا نتيجة لجهود المعلمين وأولياء الأمور. استشهد يوم أمس 23 من سبتمبر المناضل معاق الحرب شمندي سيوم ثانية عن عمر يناهز 67 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل الشمندسيوم بصفوف جبهة التحرير الإريترية عام 1975، وخدم في فترة النضال في القوات المقاتلة كممرض سرية وقائد سرية، وبعد الاستقلال عمل في مؤسسة الإغاثة والتأهيل الإريترية ومفوضية الإغاثة واللاجئين ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية. المناضل الشهيد شمندسيوم متزوج وأب لابن واحد، وقد وري جثمانه الثرى عصر يوم أمس 23 من سبتمبر في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن حزنها لاستشهاد المناضل شمندسيوم، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإرثية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، هاجم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في آخر يوم للجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الغربية، متهما إياها بخوض قتال مباشر ضد روسيا في أوكرانيا. كما وصف لافروف القوى الغربية بأنها إمبراطورية أكاذيب، وقال إن أحدث مقترحات الأمم المتحدة لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود لن تجدي نفعا، لأنها لا تفي بالوعود التي
تلقتها موسكو. وأشار إلى أن موسكو انسحبت من مبادرة حبوب البحر الأسود بسبب عدم الوفاء بالوعود التي تلقتها روسيا، ومنها رفع العقوبات عن بنك روسي وإعادة ربطه بنظام سويفت العالمي. واتهم لافروف الغرب بانتهاج عقلية استعمارية جديدة في مبادراته تجاه الدول الواقعة في جنوب العالم لكسب الدعم لأوكرانيا في الحرب. أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية المالديف عبر بيان مشترك عن التوصل إلى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللحيان ونظيره المالديفي أحمد خليل خلال لقائهما في أعقاب الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة الأممية في نيويورك عن اتفاق بلديهما على استعادة العلاقات الدبلوماسية بما يخدم مصالح وتطلعات شعبيهما. وأشار هذا البيان أيضا بأن البلدين اتفقا على توسيع العلاقات الثنائية وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والسيادة والمساواة والمصالح المشتركة والتعايش السلمي. كما اتفقت إيران والمالديف بحسب هذا البيان على تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات، ومنها الاستثمارات والتجارة وتبادل الزيارات بين الشعبين والعلوم والابتكارات التقنية. يتواصل تبادل إطلاق النار بين الشرطة ومسلحين في شمال كوزوفو، حيث قتل شرطي حسب ما أعلن رئيس الوزراء. وقال رئيس وزراء كوزوفو البرت كروني إن إطلاق النار على الشرطة مستمر، ولهذا السبب طلبنا من صربيا التوقف عن تشجيع الهجمات الإرهابية في شمال كوزوفو. وأعلن رئيس وزراء كوزوفو ألبين كورتي في بيان أن شرطيا قتل وأصيب آخر في إطلاق نار بقرية في شمال كوزوفو. من جهتها أكدت الشرطة أنه بمجرد وصولها بالقرب من موقع تم الإبلاغ عن إغلاق الطريق فيه تعرضت وحدة لنا لهجوم من مواقع مختلفة بالأسلحة الثقيلة بما في ذلك القنابل اليدوية. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت السلطات المحلية في تايوان أن حريقا اندلع في مصنع لكرات الجولف أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل، من بينهم 3 من عناصر الإطفاء لغوا حتفهم في انفجاره. وقالت حكومة مقاطعة بينغنونغ لوسائل الإعلام المحلية أن الحريق أدى إلى إصابة أكثر من 100 شخص بجروح معظمهم من العمال، كذلك هناك عنصر إطفاء و3 أشخاص آخرين في عداد المفقودين. وزارت رئيسة تايوان ساي إنغ وين لتقديم التعازي لأسر الضحايا ويجري التحقيق في أسباب المأساة. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا أبرز ما جاء فيها. وزير الخارجية يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة. دعوة للاستفادة الجيدة من سدود حلحل. تنظيم دورة تدريبية لتطوير رياضة الناشئين في كرن. لافروف يتهم الدول الغربية بخوض قتال مباشر ضد روسيا في أوكرانيا. إيران والمالديف تتفقان حول استئناف العلاقات بين البلدين. رئيس وزراء كوزوفو يؤكد تواصل إطلاق النار على الشرطة في الشمال. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.